السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا معانا استراتيجية جميلة جدا اسمها استراتيجية الكرسي الساخن، هنعملها مع الصف الأول الإعدادي. استراتيجية الكرسي الساخن بتعتمد ان طالب شاطر جدا ومذاكر هيقعد على الكرسي الساخن وهيبدأ زمايله يسألوه. نتعرف على الطالب حسام حسن صلاح شورب. طيب يلا نبتدي. أول سؤال، الحديد رمز رمز الحديد. ها اف اي. ما معنى ان طاقة حركة الجسم تساوي 50 جول؟ هو الشغل المبذول اثناء حركة الجسم تساوي 50 ايه؟ جول، لان وحدة قياس طاقة او شغل الاتنين ايه؟ جول. ها سؤال كمان، عن يتشابه حركة البندول مع حركة الأرجيح. يتشابه حركة البندول البسيط مع حركة الأرجيح، لأنه يتبادل طاقة الوضع مع طاقة الحركة. لأنه يتم تبادل طاقتي الوضع والحركة، والزيادة في طاقة الوضع يقابلها نقص في طاقة الحركة، بحيث تظل الطاقة الميكانيكية للجسم ثابتة. تمام. ما المواد التي درجة انصهارها منخفضة؟ لا ما سمعتش السؤال. ها ما المواد التي درجة انصهارها منخفضة؟ ما المواد التي درجة انصهارها منخفضة؟ المنطاد. لا منخفضة. منخفضة؟ ثانية واحدة. درجة انصهارها يعني ممكن أعملها في البيت. ثانية واحدة. الملح الطعام؟ لا تعالى اقعد مكانه. قول الإجابة الأول. الزبد والشمع. قول الإجابة. ها السلج والزبد والشمع. الثلج والزبد والشمع. يلا اسألوا زميلكم تعرف عليه الأول. حازم حسن سيسمع. حازم حسن. يا حازم. ها سؤال من محضر أسئلة. تركز كتلة الذرة فيها النووية. تتركز يا حازم اقعد على الكرسي. تتركز كتلة الذرة في النواة. لأن كتلة الإلكترونات لها كتوازي مقرونة بالإلكترونات والنيوترونات. لضآلة كتلة الإلكترونات إذا ما قورنت بكتلة كل من البروتونات والنيوترونات. ما المقصود بالطاقة الميكانيكية؟ عرف الطاقة الميكانيكية. مجموع طاقتي الوضع والحركة. ها علل النواة موجبة الشحن. علل النواة موجبة الشحنة الكهربائية. لأن النواة تحتوي على بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة. برافو عليك. المية تحتوي على كام ذرة؟ 3 ذرات، 2 هيدروجين 1 أكسجين، يبقى 3 ذرات لعنصرين. يلا يا حسين. تعريف الكم والكوانتم. عرف الكم أو الكوانتم. التي تكتسب أو تفقدها الإلكترونات لكي تنتقل من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة أعلى. مش شرط أعلى، مقدار الطاقة التي يكتسبها أو يفقدها الإلكترون عندما ينتقل من مستوى الطاقة لمستوى طاقة آخر. ما هو لو فقط هينزل مستوى طاقة أقل، لو اكتسب هيطلع لمستوى طاقة إيه؟ أعلى. عارف طاقة الحركة. عارف طاقة الحركة. المبذول أثناء حركة الجسم. وحدة قياسها. قانون. القانون نص كتلة في مربع السرعة. نص الكتلة في مربع السرعة. عدد الذرة متعادلة كهربائية. الذرة متعادلة كهربية. لأن عدد الإلكترونات الموجودة داخل النواة يساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة. برافو عليك. ها ما المقصود بالطاقة؟ عرف الطاقة أو ما المقصود بالطاقة. المقدرة لبذل الشغل أو إحداث تغيير. تعالى اقعد مكان عشان هو اتلخبط. تعالى اقعد مكان. يلا ومعانا دلوقتي على الكرسي الساخن حسين خضر محمد. حسين خضري. يلا ابدأوا اسألوا حسين. يلا يا رضا اسأل. عرف العدد الكتلي. العدد الكتلي مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات. مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات الموجودة داخل نواة ذرة العنصر. ها مين يسأل تاني؟ قانون الشغل هو قانون الشغل. الشغل يساوي القوة في الإزاحة. برافو عليك. وحدة قياس الشغل. جول. وحدة قياس القوة. بالقوة نيوتن. وحدة قياس الإزاحة. متر. علي تقدر عملية الإنارة بالبوية من حين لآخر. تدهن أعمدة الإنارة بالبوية من حين لآخر. لحماتها من الصدى التاني. برافو عليك. ها الوزن بيساوي ايه؟ الوزن. قانون الوزن. كتلة كل جرام في عجلة الجاذبية الأرضية أو وضع الوضع على الارتفاع. برافو عليك. جدع. يلا يا حسين. رمز الفضة. رمز الايه؟ فضة. رمز الفضة.
اي جي. حاضر، ها يلا. عرف العدد الذري. عرف العدد الذري. هو مجموع عدد البروتونات المجاورة الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة. برافو عليك. ها سؤال. كتلة. عرف ايه؟ كتلة. عرف الكتلة أول درس. مقدار. ما تقولش انت يا حسام. مقدار ما يحتوي الجسم من مادة. ها؟ عرف طاقة الوضع. الطاقة المختزنة. الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة شغل مبذول عليه. قانون طاقة الوضع. الوزن في الارتفاع. وحدة قياس طاقة الوضع. وحدة قياس الوزن. وحدة قياس الارتفاع. متر. قانون بقاء الطاقة. اذكر قانون بقاء الطاقة. برافو عليك. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى. ما معنى أن درجة الجليد صفر؟ انصهار درجة الجليد صفر. ما معنى أن درجة انصهار الجليد صفر درجة مئوية؟ أن السلك يتحول إلى ماء. برافو عليك. أن الثلج أو الجليد يتحول إلى ماء عند درجة صفر مئوية. يلا يا شادي. عرف الطاقة الميكانيكية. عرف الطاقة الميكانيكية. سؤال جميل. الوضع والحركة. مجموع طاقتي الوضع والحركة. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر السيليكون؟ سيليكون. السيليكون جدع. اس اي. يا حسام. تعريف الذرة المصارة. عرف الذرة المثارة. هي الذرة التي تسحب كم من الطاقة؟ الذرة التي اكتسبت كم من الطاقة. هي سيف. كنت عايز تسأل. البترول بالماء. لا تطفأ حرارة البترول بالماء. لأن زيت البترول أقل كثافة من الماء فيسقط فوق سطح الماء ويظل الحريق مشتعل. تمام. ها مين؟ يلا. تعريف الذرة. عرف الذرة. الذرة هي أصغر وحدة من المادة يمكن أن تشترك في التفاعلات الكيميائية. هي زياد. قانون الطاقة الميكانيكية. قال إيه؟ قانون الطاقة الميكانيكية. قانون الطاقة الميكانيكية. اذكر قانون الطاقة الميكانيكية. مجموع طاقة الوضع والحركة أو طاقة الوضع زي طاقة الحركة. يلا يا حسام. الحمض الموجود في العمود الكهربي البسيط. ما الحمض الموجود؟ حمض كبريتيك الخفض. جدع. ها؟ تمنع بالونات الاحتفالات بالهيليوم او الهيدروجين. ها؟ لان وزن الهيليوم اقل كثافه من الهواء فيرتفع الى اعلى. تمام. هي رضا. رمز النحاس. رمز النحاس. سي يو. ها آخر سؤال. رمز اليود. رمز اليود. اي. فوسفور. الفوسفور. بي. لا بي ده الايه؟ الرصاص. يا حسام. رمز الكبريت. نعم. رمز الكبريت. رمز الكبريت. الكبريت اس. اس. ها. الارجون. اي ار. الخرسين. خرسين. زيت. قولوا اسئله تانية غير الرموز الكيميائيه. هي حسن. تغطية قطع غيار سيارات بالشحن. تغطية قطع غيار سيارات بالشحن. برافو عليك. برافو عليك. طيب شكرا لكم جدا. نعمل سباعية لكل اللي شارك معانا في الكرسي الساخن. ابتدي. شكرا لكم.